اهلا بيك يا صديقي الاهلاوي في جلسه جديده هنتكلم فيها عن مباراه نادي الاهلي مع سيراميكا في الجوله الاولى من الدوري المصري، واللي انتهت بفوز الاهلي بخماسيه قصاد الهدفين من نادي سيراميكا. في مباراه كان الشوط الاول غير الشوط الثاني تماما. الشوط الاول كان من ضعيف من النادي الاهلي، لكن الشوط الثاني اختلفت الموازين بنزول قفشه. لكن الاهلي استطاع النهارده ان يجيب اول 3 نقط في الدوري ويحسم الموضوع ده من بدري بدري كده، بدل ما مفاجآت ما بعد البطوله. الاهلي بيحقق بطوله ويرجع يقوم خسران اول ماتش. الاهلي كسر الموضوع ده. انا طارق العدل ويلا نخش في التفاصيل. وللامانه حسين الشحات كان اكتر لاعب من لاعبي النادي الاهلي، كان باين عليه ان هو فايق كده وفي يومه. وفعلا في الدقيقه 3 يغلط احمد رمضان بيكهام وينباصي الكوره بالغلط في نص الملعب لحسين الشحات، اللي بياخد الكوره ويمشي خطوتين 3 كده ويسدد صاروخيه ويجيب الجون الاول للنادي الاهلي، ويأكد ان حسين الشحات النهارده هيقدم لنا مباراه كويسه جدا، ويفتتح تسجيل النادي الاهلي ويجيب الهدف الاول. وكعادة كولر بعد الهدف الأول طلب من اللعيبة إن يكون في تراجع دفاعي، وفعليا الأهلي شفناه إن هو تراجع بشكل دفاعي بشكل كبير جدا، وده اللي خلى نادي سيراميكا يستحوذ على الكورة ويشكل خطورة على النادي الأهلي. حتى في كورة في الدقيقة 13 الشناوي بيتألق ويشيل الكورة، وده كان يعني مؤشرات إن الطريقة الدفاعية دي تاني هنرجع لها مش هتكون مفيدة للنادي الأهلي. والنادي الاهلي ما بيعرفش يدافع بشكل كبير بالطريقه دي، ان تجيب جول وبعد كده ارجع اقفل الملعب، فده كان مشكل خطوره كبيره على النادي الاهلي. وزي ما الكل كان متوقع ان هيحصل فيه مشكله في خط دفاع النادي الاهلي، خاصه ان النهارده يوسف ايمن قدم مباراه او شوط اول سيء جدا جدا جدا. انا مش فاهم هو ايه اللي كان عليه ضغوطات. انت بتلعب مباراه في الدوري قصاد نادي سيراميكا، ما كانش فيه خطوره كبيره قوي عليك وجنبك رامي ربيعه، لكن النهارده اللاعب كان مهزوز بشكل كبير جدا. ويجي للاسف في كوره زلاكا كان عامل مباراه رائعه في الجبهه اليمين في نادي سيراميكا، ياخد الكوره ويموه ويرجع تاني كده ويخلي اكرم بلغه الكوره يغلط ويلبسه فاول او ضربه جزاء لنادي سيراميكا. الحكم بيرجع للفار ويحسبها، وللاسف احمد بن حاج بيدخل ويجيب هدف التعادل لنادي سيراميكا. في الدقيقة 26 يغلط يوسف أيمن في نص الملعب والكرة ترجع علينا هجمة مرتدة توصل للقندوسي على منطقة الجزاء، بيسدد كرة قوية جدا، ولولا إن الشناوي كان النهاردة فايق وفي يومه كان ممكن تدخل يبقى الهدف الثاني للنادي الأهلي، لكن الشناوي بيتألق ويطلعها ضربة ركنية. والنهاردة فعليا الشوط الأول كان يوسف أيمن نقطة ضعف دفاعية بشكل مبالغ فيه. في الدقيقة 29 برضه نفس اللاعب زلاكا كان عامل جبهة الشمال اللي هي ناحية أكرم، ويوسف أيمن كان عامل جبهة نارية ومشكل خطورة كبيرة قوي قوي على النادي الأهلي. وللأمانة النهاردة أكرم كان في الشوط الأول وجنبه يوسف أيمن، الاتنين ما كانوش فاهمين بعض، ولا حتى رامي ربيعة كان متفاهم مع يوسف أيمن اللي كان بيشكل أخطاء دفاعية وكوارث دفاعية خلينا نقول في الشوط الأول لحد ما انتهى الشوط الأول ويطلع يوسف أيمن. في الدقيقة 36 يغلط الشحات ويطول الكرة في رجله ويحاول يرقص أكتر من لاعب إنها ترتد بهجمة مرتدة خطيرة جدا جدا على النادي الأهلي. وللمرة الثانية أو المرة الثالثة الشناوي بيتألق ويشيل الكورة، وفعليا كنا داخلين في سيناريو مش عاوزين نوصل له، إن هو لعيبة الأهلي أول مباراة بعد فوز بأي بطولة بتخسرها. وكان فعليا السيناريو ده طول الشوط الأول كان دايما بيجي على دماغ أي أهلاوي بيتفرج على الماتش. وفعليا الأهلي كان بيقدم أداء يعني مش عايزين نقول ان هو اداء سيء، هو يعني متوقع ان اللعيبه جايه من بطولتين وفي احتفالات واللعيبه مش مركزه فطبيعي الاداء ده. لكن كنا مستنيين ان كولر يشد اللعيبه شويه بين الشوطين، لان فعليا احنا كنا خايفين جدا خلال الشوط عن نهايه الشوط الاول ان الاهلي ممكن يدخل فيه هدف او هدفين، وده لولا تالق الشناوي اللي هو كان نجم الشوط الاول بلا منازع مع الشحات اكيد يعني. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع من الشوط الأول تيجي للأهلي ضربة حرة مباشرة يدخل لها وسام بو علي، وحلاوة وسام بو علي إن هو يسدد الكورة ويجيب الهدف الثاني للنادي الأهلي ويخلينا نخرج الشوط الأول متقدمين 2-1. فعليا وسام بيقدم أداء ممتاز جدا مع النادي الأهلي، بس برضه هنفضل نقول إن وسام مش هيقدر يلعب الموسم كله لوحده. إحنا محتاجين راس حربة مع وسام. كهربا لو كان هيكمل فلازم ياخد فرصة، او كهربا مش هيكون موجود في الفتره اللي جايه فلازم في يناير ندعم. لكن وسام ما شاء الله عليه ربنا يحميه يسهل المواضيع على النادي الاهلي في الشوط الاول، وندخل بين الشوطين متقدمين 2-1
ويعني ونقول يا مسهل الحال، ونخلي كولر يشوف هيعمل تعديلاته مع بدايه الشوط الثاني. لو كنا عايزين نقول ان ابرز تبديل عمله كولر في بدايه الشوط الثاني هو تغيير قفشه كان من اول ما نزل مع بدايه الشوط الثاني بصم على كل كوره من هجمات النادي الاهلي ومن اهداف النادي الاهلي اللي جت. في الدقيقه 48 تحصل كوره كده الاهلي يخطف بيها نادي سيراميكا، قفشه يروح من ناحيه اليمين يديها لطاهر قدامه، طاهر يموه الكوره ويرجع وبشماله ويعمل عرضيه بالمقاس على راس وسام ابو علي، عشان وسام علي يحطها روعه الروعه الهدف الثالث للنادي الاهلي، ويخلي الامور تروح في اتجاه مغاير تماما عن الشوط الاول. والاهلي تحس ان بعد التبديلات اللي حصلت، وطبعا لما طلع يوسف ايمن ونزل خالد عبد الفتاح، لعيبه الاهلي تحس ان هي اتنفست شويه، الاهلي ارتاح، بقى اللعيبه بتلعب بشكل احسن بكتير، والاهلي بقى متقدم بدل 2-1 بقى 3-1 ومع اول دقيقه من الشوط الثاني. في الدقيقه 55 امام عاشور بيضيع كوره لو اتكررت له 100 مره اعتقد مش هيضيع ال100 كلهم، هيجيبهم ال100 في الجول على طول. لكن سبحان الله هي بتبقى ماتشات تمشي مع لاعب ما تمشيش مع لاعب. امام عاشور بيضيع فرصه، خلاص الجون فاضي، امام حط الكوره بسهوله، لكن امام حط كل قوته فيها والكوره تخبط في العارضه وتطلع بره. حتى كولر كان مستغرب ايه كل الباور اللي انت حطيته في الكوره ده، ايه يا دي يعني يا اخي حاجه مفرطه، ما بالراحه شويه، شوط بالراحه. بس امام من ساعه نزول قفشه وامام قدم مباراه ممتازه جدا مع قفشه، لكن انا بالنسبه لي نجم الشوط الثاني هو قفشه كان بيلمس كل كوره بتطلع من رجله صح، بتروح للعيبه، بتعمل خطوره كبيره جدا على نادي سيراميكا. في 60 يجيب الشحات الهدف الرابع للنادي الاهلي بجمله برضه هقول لك عليها، ان بدات بان قفشه كان معاه كوره ولمسه سحريه لامام عاشور، امام على طول يديها لحسين، وحسين ما يتاخرش ويجيب جول الثاني له والخامس للنادي الاهلي، الرابع في الدقيقة 60 يجيب حسين الشحات الهدف الرابع للنادي الاهلي. برضه هقول لك ان الهجمة دي كانت من قفشه اللي اداها لامام عاشور، وامام عاشور اللي بصاها لحسين الشحات اللي بيجيب الجول الرابع للنادي الاهلي. وفعليا قفشه نزل قلب المباراة وغير تماما شكل الهجوم بتاع النادي الاهلي، ويا ريت يفضل دايما كده قفشه هو السلاح الاستراتيجي بتاع كولر، اللي لما تتعقد الماتش نزل قفشه، لكن قفشه بينزل من اول المباراه ما بيكونش نفس فاعليه لما بيكون بديل وينزل. وفعليا ربنا يحميك يا قفشه، فعليا انت دورك حاليا في النادي الاهلي مميز جدا جدا جدا. في الدقيقه 69 تقريبا وسام ابو علي ما كانش عاوز يسجل كمان اجوال وخلاص، خاف من الحسد وقال ما تيجي اصنع. برضه دور وسام ابو علي مش ان هو بيصنع بيجيب بس اهداف، لا ده بيصنع، والكرة المرة دي يضغط على دفاع نادي سيراميكا ويغلطهم، والكرة توصل له من طاهر محمد طاهر اللي ياخد الكرة بعد كده وسام منه ويموه ان هو هيرجع يبصيها، وبوش رجله الخارجي يدي كرة تمريرة سحرية لطاهر محمد طاهر قدام الجول ويقول له يلا ادخل مع محمد بسام وشوف انت هتعمل معاه ايه. وفعليا طاهر محمد طاهر من لمسة واحدة على طول يجيب الهدف الخامس القاتل للمباراة. والاهلي فعليا الشوط الثاني قدم لنا مباراه هجوميه ممتازه جدا، وكولر تفوق على كابتن ايمن الرمادي وقدم مباراه هجوميه تحسب له، حتى برغم ان الشوط الاول كان سيء جدا من النادي الاهلي، لكن غير كل ده بتبديلاته اللي بدا بيها الشوط الثاني، واللاعيبه تحس ان هي كانت مرتاحه اكتر مع بدايه الشوط الثاني. لكن كالعادة الأهلي في الدقيقة 79 يحصل توهان دفاعي كده غير مبرر، وكندوسي يستغل الفرصة دي ويكون ما بين قلبين الدفاع، كرة تتعرض له من ناحية الشمال ناحية اليمين بتاعتنا ناحية أكرم، وإن هو يحط الجون الثاني، والمباراة في النهاية تنتهي 5-2 لصالح النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة ممكن هنقول بقى بشكل كامل قدم مباراة ممتازة، خد فيها اللي هو عاوزه، كسب بسكور كبير 5-2، خد 3 نقط في بداية الدوري، بتخلي اللعيبة خلاص يا جماعة انتهت، نقفل بقى صفحة البطولة اللي احنا لسه واخدينها قريب في بطولة كاس الكونتيننتال، نقفل مباراة السوبر المصري، خلاص بقينا عندنا بطولات تانية اتفتحت زي الدوري المصري، لازم نركز فيه، لازم نفوق، لازم نصحصح، المنافسة مش هتكون سهلة ابدا، كل أندية الدوري السنة دي قوية وهينافسوا، الدوري الجديد ده مختلف، فانت لازم تكون يعني ايه مركز وفي اقصى اداء لازم تقدمه كل مباراة.
مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله التوفيق لينا خلال المباريات اللي جايه. لو هنختار مين هو رجل المباراه للمباراه دي، عندنا اكتر من حد. الشناوي شال اكتر من كوره وكان ممكن يحسموا الموضوع لسيراميكا في الشوط الاول. عندنا قفشه اللي نزل من الدكه وقدم مباراه كويسه جدا. حسين الشحات اللي جاب جولين النهارده وكان اداؤه اكتر من رائع الصراحه. مروان عطيه اللي كان بيقدم دور في نص الملعب، ربنا يحميك يا ابني. فعليا النهارده مروان عطيه كان بيقدم مباراه تكتيكيه، مباراه كان يعني بيغطي الاخضر واليابس، موجود في المباراه. الله اكبر، ربنا يحميك. ففي اكتر من لاعب كان ممتاز النهارده، ما نعرفش نديها الصراحه لحد. ممكن قفشه ياخدها او الشناوي، باعتبار ان هو شال الاهداف، او قفشه ان هو قلب المباراه. بس بشكل عام النهارده الاداء كان كويس في الشوط الثاني. مبروك لينا، وان شاء الله الخير في الفترات الجايه.